نياتي هو مع حضرتك على الهواء. الف مبروك يا حاج، الف مبروك، الف مبروك. وشنا كان حلو عليك اهو، كلمناك قبل النتيجه. مش حاجه والله الله مبروك يا حاج محمود. نشكر التغذيه ومش المنظر الحضاري. ايه رايك في المنظر الحضاري؟ رائع رائع. الاستاذ رضوان بيبارك لك. الاستاذ شايفيه في عرض في ورقه كده، شفت المنظر الجميل. رائع والله يا حاج، والله العظيم رائع. الحمد لله، ربنا يتمها خير. انا يا حاج محمود اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الناس ونعمل يا رب. ترضي ربنا الاول ثم ترضي الناس يا رب. وبعد الفوز طبعا لباشمهندس ثاني ابو ريده الاول وكابتن شوبير والناس اللي وقفوا معانا في الانتخابات وكل اعضاء الجمعيه العموميه طبعا لعرصنا. الاستاذ رضوان الزياتي عايز يسال حضرتك، معاك يا فندم. اتفضل. مبروك يا حاج محمود. حاج رضوان، متشكرين يا حاج رضوان، الله يكرمك. الف مبروك يا حبيبي. انا طبعا بتجيلي رسائل بقى، وانت كلمني الراجل كذا مره وهو في بيت الله الحرام، سواء في عمره او في حج. فطبعا هو راجل محترم جدا وراجل قريب من ربنا. الله يخليك يا استاذ رضوان. فطبعا ده راجل وبيعمل خير كتير. محترم وقيمه كبيره يا استاذ رضوان. الله يخليك يا حبيبي. وانا عارف ان انت لسه كنا بنتكلم بنقول على الاصوات اللي هي بتمثل الاقاليم في اتحاد كره القدم. نعم. وانت طبعا واحد اساسي منهم. بقول لك ان طبعا مسؤوليه، احنا كنا بنتكلم على تطوير مسابقات اللي هي دوري المظاليم. يعني احنا من نفسنا يا حاج محمود نشوف دوري حقيقي في الدرجه الاولى. يعني احنا عايزين نسيبنا بقى من دوري المحترفين ده هتعمله لجنه او هيروح لرابطه المحترفين. احنا عايزين نركز بقى على دوري الدرجه الاولى، يبقى دوري محترم زي ما بنشوف دوري اللي هو ديفيجن 1 اللي هو في الدوري الدرجه الاولى الانجليزي والدرجه الثانيه. يعني نشوف دوريات محترمه، ما نشوفش بقى ايه، لا دي مجموعه الصعيد ومجموعه بحري ومجموعه قبلي ومجموعه القناه. عايزين نشوف دوري حقيقي في اللي هي الدرجات الاولى والثانيه والثالثه ودوري هواه وكده. نشوف حاجه جديده. انا عايز ارد على حضرتك بعد اذنك بس في كلمتين بسرعه. الكلام اللي حضرتك بتقوله، انت قلت الكلام كله يعني ما شاء الله، اجملت كل مره، ربنا يوفقك. احنا عايزين نقول ان ما كانش في جديه في منتهى الامانه في خوض في هذه المواضيع. احنا جات لنا نجاحات في بطولات افريقيه، لكن ما كانش في تحرك جوه القاعده وتنظيمها. وللاسف الشديد تم توسيع القاعده لاصوات انتخابيه مش لغرض ممارسه. يشترك في كاس مصر ونزود القسم الثالث يبقى اعضاء تزداد عشان يبقى عندي اصوات وعندي غالبيه، لكن ده مش هيحصل ان شاء الله. ما ينفعش هرم فيه 82 صوت وبعدين نطلع على طول ل 20. لازم 20,000 و20 ب، ولازم مسابقات محترمه مش غرضها الانتخابات والاصوات، غرضها المصلحه العامه. ان شاء الله بيكم ومعاكم يعني وتقفوا معانا عن طريق اللجان المحترمه اللي نستعين بيها، هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله. يا حاج محمود معلش في مفاجاه فعلا النتيجه دلوقتي يا استاذ رضوان. طب هو لان احتماليه يعلن فوز دكتور كرم النهارده ان شاء الله. يعني دلوقتي يعني هو احنا كنا واقفين في اعاده ولا لا؟ لا تقريبا في فرق صوت او صوتين للدكتور كرم هيعلن دلوقتي ان شاء الله، فتابعوا عشان ما تضيعش عليكم طيب هنتابعه. حضرتك كنت عايز اساله. هنتابع يعني. هو طبعا بيتمنى فوز الدكتور كرم يعني لا اكيد بقى هو في الاصوات اللي هي الباطله ديت يمكن في حاجه راح